مين اللي دفع لك الفلوس او جبت الفلوس اللي انت جبتها؟ بعنا بيتنا. بعنا بيتنا. بعتوا بيتكم عشان تعرف تسافر؟ ايوه. طب وابوك وامك دلوقتي عايشين فين؟ عايشين في بيت بالدار كده. انا مش فاهم، يعني ابوك باع البيت عشان ايوه يسفرك ايوه، كان معنا بيتين. ايوه بعنا واحد والتاني بتاع ورثه. بس الموضوع يستاهل انت تبيعوا بيتكم ده؟ ايوه يستاهل، حال غلي في مصر. انت كنت ضامن انك هتوصل اصلا بعد ما تبيعوا بيتكم؟ قدام ربنا. رحنا ليبيا ومن ليبيا عدي ركبنا البحر وكنا هنغرق في الصبح وكده، قعدنا 8 ساعات في البحر وكنا هنموت في البحر. دوش المركبه الايطاليه ده خدتنا، كنا هنموت في البحر ونتصل بيهم وكنا هنموت وكنا هنغرق، كانت تميل بينا. يعني مركب صغير فيها 50 نفر، كان معنا اطفال وحريم، وكان ربنا هو اللي علم بينا. طب انت دلوقتي اشتغلت؟ لا انا في المدرسه ده حاليا. وهتفضل في المدرسه لحد امتى؟ ختمه تم 18 وناخد الاوراق. ووالدك ووالدتك بقى عايشين هناك في مصر ازاي؟ بتعرف تبعت لهم فلوس؟ ما ابعت لهم من غير ما تم 18 واطلع ابعت له واصرف عليهم. ليه ما اشتغلتش في مصر احسن ما كنت تشتغل هنا؟ ما ينفعش مصر تشتغل عند واحد باليوميه ينشف ريقك فيها عشان 100 جنيه.